السلام عليكم، ازيكم يا احلى متابعين؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة يا رب. تعالوا بينا النهاردة زي ما انتم شايفين كده هنعمل مع بعض العجة المصرية. يلا كده بينا نسمي الله ونسمي على الرسول عليه افضل الصلاة والسلام ونشوف مكونات العجة ايه. زي ما انتم شايفين كده هنقول طبعا المكونات احنا يعني بنحضر كده في طريقة التحضير. اول حاجة كده اللي هجيب طبق غويط وهجيب المبشرة بتاعتي واللي هبشر هنا نص كيلو من البطاطس. هنا بعد ما بشرناها طبعا اعملي الكمية اللي انت حابة تعمليها للأسرة بتاعتك. بعد كده يا حبايبي رح هنزل بالملح، والملح ده طبعا على حسب ما انت عايزة، وكمان الفلفل والكمون وبعد كده يا حبايبي رح هنزل بثلاث اربع فصوص من الثوم مفرومين، وفلفل حار، وبصلة واحدة هنا بس متوسطة مقطعاها كده قطيع صغير، وفلفل رومي وزيتون ولانشون وكزبرة خضراء، وهنا عندي حبة طماطم يعني متوسطة نازعة بس منيها ايه المية، يعني شايلة قلبها كده، وخدت ايه اللي هي ايه باقي الطماطم كده المتماسكة. وبعد كده معايا هنا 8 بيضات رح انزل ب5. شايفينها سهلة وبسيطة وسريعة ازاي؟ دي أكلة يعني اقتصادية من أكلات ايه آخر الشهر. قلبنا كده، حطيت ال5 بيضات وهنقلب كل الخضار كده في بعضيه. وهنا كمان وعندي كده صينية كده مجهزاها دهنها سمنة. ادي حبايبي رح انزل ايه العجة فيها كل الخضار دياتي، واللي هسويها في الوقت دياتي طبعا الفرن بتاعتي شغالة. شايفينها أكلة بسيطة وبتعمليها في وقت قياسي جدا. هنا بعد ما سوينا الصينية رح نجيب كده ال3 بيضات اللي هم ايه قاعدين معانا، ورح احطهم كده ايه على الوش زي البيضة ابو عيون كده. مش يعني ايه لو حبيتي انت بقى يعني تدهني بيه وش الصينية كلها بالبيض ادهنيها، بس انا حسيبهم كده. وحطيت عليهم كده شوية من الفلفل ودخلناهم الفرن، وطلعت معانا اخذت حوالي 20 دقيقة في الفرن، وادي طلعناها وزي الفل وزي العسل ما شاء الله، شكلها يفتح النفس. شايفينها عملناها في 10 دقايق، ما كملتش معانا اي حاجة يعني. شايفين ما شاء الله جميلة جدا، مكوناتها بسيطة، واي خضار عندك عايزة تحطيه من داخلها حطيه. تعالوا هنقطعها كده مع بعض. هتطلع معانا بكل سهولة زي البيتزا بالظبط. شايفين زي العسل، ولا ماسكة في الصينية ولا حاجة. عايزاكم تجربوها بقى وكتبولي في الكومنتات. كده حبايبي الفيديو انتهى. السلام عليكم.